بيبدأ ملخصنا على فوشي بعد ما كبر وهو مقضي حياته كلها سفر بسبب الحرب والألم، وده خلاه شخص أقوى وأفضل لدرجة إنه بقى بيرفض الاستسلام. وبننتقل للمدينة وبنشوف راجل واقف وجنبه طفل صغير، وبيبقوا واقفين قدام قبر أبوه وبيحطوا عليه وردة. وقبل ما يمشوا بيخرج الشخص الميت من القبر، وبيكون وحش خطير واسمه حيوان الأونند، وبيكون عنده جذور شبه جذور الشجر، وبيمشي في المدينة وبيهاجم الناس، وكمان بيقتل الراجل اللي كان واقف على قبره. وهو بيهاجم الناس بتخرج توناري وبتحاول تهاجمه لما حاول يقتل طفلين صغيرين وبتضربه بسيف وبتخرج قلبه. وبينتقل المشهد لفوشي وهو قاعد لوحده بياكل ومش عارف ايه اللي المفروض يعمله، وبيسأل الظل الاسود اللي شغال معاه، فبيرد الظل وبيقول له ان المفروض يعمل اللي بيعمله طول 40 سنة، وهو المهمة اللي اتكلف بيها بحماية جميع المخلوقات والحفاظ عليهم. وبالرغم من ان فوشي عارف مهمته الا انه زهق من المهام اللي ما بتخلصش، وسأل الظل الاسود امتى ممكن تكون المهام تخلص. رد وجاب له وعاء ميه وقال له لما يقدر يعمل محيط كامل من الميه اللي في ايده. رمى فوشي الميه في الارض وتجاهل كلام الظل الاسود، وطلع لعبه يخيطها ويقلل بيها ملله. سأله الظل الاسود عن سبب ملله، فقال له فوشي ان المهام ما بتخلصش، وان اخر مهمه عملها كانت مأساويه بالنسبه له، وانه بيفضل يبقى سمكه ويعيش وسط السمك علشان ما يشوفش البشر تاني. وقتها اداله الظل الاسود رساله من ست عجوزه بتساله عن حلمه، وقالت له ان من النهارده هيبقى سمكه فعلا وهيعيش وسط السمك. وتحول فوشي لسلطعون وبقى مش شايف كويس، وكمان ذاكرته بقت ضعيفه ومش واضحه. واخدته الميه للبحر وهو سامع صوت الظل الاسود بيقول له ان بكده هيحقق اللي ما قدرش يحققه هو انسان، وما كانش فاهم قصده ايه بالظبط. وبعدها فضل عايش وسط السمك لمده 2 سنين، وبقى عنده صديق من السمك. وفي يوم وهو قاعد مع صديقه زهق برضه من كونه سمكة، وافتكر ذكريات بسيطة ليه وهو بشر، وهرب وجري بره البحر. وأول ما فتح عينه لقى نفسه رجع بشر وقدامه الظل الأسود، وافتكر كل حاجة عن ذكرياته وهو وحروبه مع بيوران وقتله للوحوش وكل حاجة كانت بتحصل وبيمر بيها لمدة 40 سنة. وبنعرف إن السبب الحالة النفسية اللي هو فيها، إنه زهق من كتر ما الناس بتموت بسببه لأن الوحوش بتكون جاية تحاربه هو. وفضل كمان يفكر في شعبه وأهله ورافض احتمال إنهم ممكن يكونوا ماتوا. ووقتها جاله الظل الأسود وقال له إن الوحوش في القرية اللي جنبهم وبيقتلوا الناس. قام فوشي وقال له إن وجودهم في القرية بسبب إنهم عاوزين يروح لهم، وقال له كمان إنه لازم يروح هناك بسرعة لأنه مش عاوز حد يموت بسببه. لكن الظل الأسود رد عليه وقال له إن الطريق لهناك هياخد شهر عشان يوصلوا، ولو راحوا هيكونوا نفذوا اللي عاوزينه الوحوش، ولو هو خايف على موت الناس فالناس خلاص ماتوا وبيموتوا، وعقبال ما يوصل هيكونوا ماتوا كلهم ومش لازم يقع في الفخ ده. لكن فوشي بيصر انه يروح للقرية وبيوضب حاجته. وهو بيجهز نفسه بتجيله بنت عندها 9 سنين وبتنده على فوشي وبتقول له انها حسامي حفيدة هياس، وجريت عليه وحضنته وقالت له انها كانت بتدور عليه عشان عرفت ان جدها مدين ليه بعمره. ولما سألها عن هياسي قالت له انه مات قبل ما تتولد. بس الغريبة ان فوشي ضحك، وده خلى البنت تستغرب ازاي بيضحك على موت جدها رغم انه بيحب البشر. رجع سألها مين اللي قتله، قالت له ان 2 من اصدقائه المقربين هم اللي قتلوه لان ده مناسب ليه. اتصدم وسألها ازاي يكون القتل حاجة مناسبة ليه. ورجع سألها عن عمرها وقالت له 9 سنين، فعارف انها اكيد حد غسل لها دماغها ولعب بافكارها. راحت قالت له انها مش محتاجة تعرف اي حاجة زيادة عن اللي هي عارفاها، لانها عارفة الصح والغلط وعارفة كل حاجة حواليها. بعدها مشي وقال لها ان في مكان لازم يروحوا ومش هيقدر يكمل كلام معاها، لكنها بتصر انها تتبعه. بيرفض فوشي انه ياخدها معاه لكنها بتفضل مصرة، فبيضطر يوافق، لكن بيقول لها تفضل وراه بمسافة كافية هي والحراس بتوعها. ولما بدأوا رحلتهم قعدوا يطبخوا أكل، ولما عرضت عليه ياكل معاهم رفض وقال إن معاه الأكل بتاعه. ولما شافته قالت له إن ده مش أكل حقيقي ولازم ياكل معاهم أكل حقيقي، لكنه رفض. وبعدها كانت بتحاول تساعده في أي حاجة يحتاجها زي إنها تغسل له شعره أو تساعده في شيل أي حاجة، لكنه رفض كل عروض مساعدتها لأنه لسه خايف منها ومش مطمن لها. ولما كان خلاص قرب على القرية نام شوية، وقرر إنه هيستخدم حسامي والحراس كطعم علشان يستدرج الوحوش. وهو نايم جات حسامي ومدت إيدها علشان تصحيه، لأنه لقى إيدها بارزة ومنتفخة وكأنها وحش. اتخض وافتكرها وحش وكان هيقتلها، لكنها قالت له إن ده ورث ورثته من أمها وجدتها، وإنها بتقدر تتحكم فيه، وفعلا هدته بإيدها التانية واعتذرت عن اللي حصل وراحت نامت. وقتها جه الظل الأسود وقال له إنه كان لازم يقتلها،
لأن الشر اللي في إيدها هيفضل يواجهه وهينتقل في جسمها زي المرض، وإنه انتقل لها من جدتها وأمها وبيتنقل من شخص للتاني. وبنعرف إن فوشي بيكره هياسي جد حسامي لأنه قتل أصدقائه مش هم اللي قتلوه زي ما حفيدته بتقول، وإنه بيكرهها هي كمان عشان كده مش عاوزها تساعده، لكنه مش حابب فكرة إنه يكره بنت عندها 9 سنين. وبيقول له الظل الأسود إن ده طبيعي وده مجرد آلية دفاع بين البشر، لكنه فوشي بيرفض يقتلها وبيقول إنه عاوز يقرب منها خطوة خطوة ويتعرف عليها الأول. وتاني يوم كانت بتدور عليه ولقيته قدام البحر، وقالت له إنها كانت قلقانة عليه وطلبت منه ما يهربش تاني. قال لها إنه كان بيجهز مركب علشان يوصلوا للقرية أسرع، وركبوا المركب وساعدته في اصطياد الأسماك واتكلموا سوا كتير، وأخيرا وصلوا للمدينة اللي بيسيطر عليها الوحوش. وهو واقف بيبص على المدينة عرضت عليه إنها تدخل المدينة الأول هي والحراس ويعرفوا المعلومات والأخبار وتيجي تعرفوا كل حاجة قبل ما يروح. وهو ده بالظبط اللي هو كان محتاجه واللي هي عرفته من غير ما يقول، كأنها بتقرأ أفكاره. ولما مشيت ودخلت المدينة جه طبيبين لفوشي وقالوا له إنهم عارفينه لأنه كان في بنت صغيرة بتلف البلاد وتحكي عنه، وبتقرب منه طبيبة منهم وبتقول له ما يقعش في فخ هسامي لأنها عاوزة تسيطر عليه. بتوصل هسامي في الوقت ده وبتقول إنهم محتاجين مكان يقعدوا فيه في المدينة، وبيعرض الأطباء عليهم إنهم يقعدوا عندهم وبيروحوا فعلا. وهم قاعدين بتتناقش الطبيبة مع هسامي وبتقول لها ليه مفيش حد كبير من قرايبها معاها، وبتتهمها إن نواياها خبيثة، لكن هسامي بتنفعل وبتدافع عن نفسها. فبينفعل فوشي هو كمان وبيقول لهم إنه مش مهتم بالمحادثة كلها وبيقوم. وبيقول فوشي للطبيبة إنها تعالج إيد هسامي، لكن هسامي بترفض. وبيقعدوا يتكلموا عن مشروب سامي اللي بيشربه وبيموت فورا، وبتجيب المشروب وبتشربه ومش بتتأثر بالسم رغم إنها بتشرب منه كتير. وبتقول إن السبب في إنها مش بتحس بالسم هو إنها اتسممت كتير قبل كده. وبيفقد فوشي الوعي هو والطبيب التاني، وبتشوف هسامي الوش الحقيقي للطبيبة، وبتطلع هي توناري صديقة فوشي زمان، وبتيجي البومة المساعدة ليها. بتبص لها هسامي وبتقول لها إيه اللي جابها هنا. ردت وقالت لها إن وراها مهمة لازم تعملها، وإنها اتنفت لقرية جوناندا وقابلت هناك كتير من الأوصياء لكن مش مهتمة بوجودهم ولا كلامهم. وبما إن هسامي من نسل الوحوش فهي خطر على فوشي، وبتقرب منها توناري عشان تقطع إيدها، لكنها بترفض وبتقول إنها بتقدر تسيطر عليها. وقبل ما تقطع إيدها بيخرج جذور من إيدها وبتطعن توناري وبتاخد هسامي لبره البيت خالص. وبيفوق فوشي يلاقي نفسه في المستشفى، ولما بيسأل إيه اللي حصل بيقول له زعيم القرية على اللي حصل وإنه جذور الوحش خطفت هسامي. بيتضايق فوشي من إنه معرفش يحمي أي حد، وبيشوف الزعيم وهو بيدي توناري كحول. ولما بيسأله ليه بيعمل كده بيقول له إنه بيطهر دمها لأن الوحش طعنها ومش عاوز يخليه يتمكن من جسمها ويقتلها. بتطلب منه توناري إنه يقعد معاها ويتكلم معاها شوية، وسألته ليه قاعد في جزيرة منعزلة. قال لها إنه ما بقاش يحب الاختلاط بالبشر لأنهم بيتأذوا وبيموتوا بسببه بعد ما بيتعلق بيهم زي كل اللي قابلهم وتعلق بيهم، وفي الآخر هياسي قتلهم. ومن وقتها اتغيرت نظرته للأمور. قالت له توناري إنه مش محتاج يعزل نفسه وإنه لازم يقابل أشخاص كتير، وإن هي كمان قابلت ناس كتير وماتوا زي ألفونيا وناندو اللي ضحى بحياته عشان ينقذ أخوه. وقرر من وقتها يفضل في جوناندا علشان ينتقم من الوحوش. وقابلت بعدها ناس كتير عندهم نفس هدفها زي صندل وأوروماي. بعدها سألت فوشي عن رأيه في توناري صديقته القديمة. قال لها إنها شخصية جميلة وبتساعد كل الناس وهو اتعود يقاتل معاها. فرحت إنه قال كده خصوصا إنه ما يعرفش إنها توناري، وكل اللي يعرفوا عنها إنها طبيبة وماتت على طول. ولما راح يودع الطبيب التاني قالوا إنه لازم يدرب جسمه على مقاومة السموم زي ما عملت الطبيبة، وإن مفيش داعي لإنه يعزل نفسه تاني. ووقتها بيجي الظل الأسود وبيقول له إن عنده خبر حلو. ولما سأله إيه هو قال له إن الوحش بتهاجم مدينتين تانيين. سأله إزاي دي أخبار حلوة، قال له إنه بكده مش هيقدر ينعزل أو يهرب تاني. بتيجي هسامي وبتقول له إنها مش فاكرة أي حاجة عن اللي حصل، وبيقول لها فوشي إنها لازم علشان تعيش تقطع إيدها وتتخلص من الوحش اللي في إيدها، لكنها بتقول إنها مش هتقدر تعمل كده دلوقتي. وبيناموا علشان يرتاحوا من كل اللي حصل، لكن فوشي ما بيقدرش ينام علشان يفضل يطمن عليها. ولما بيصحى بيروح للمدينة وبيحارب كتير من الوحوش وبياكل من لحمهم عشان يكون أقوى. وبيقابل أوصياء كتير من جورديان وبيأكدوا له إن هياسي ما كانش عنده ابن أو حفيدة وبيساعدوه على القتال. وبعدها بيقابل راجل اسمه هاواكاو. وبيخلص ملخصنا لحد هنا.
ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا باقي أحداث ملخصنا. سلام.